واش كتعرف باللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيتعود يوميا من الفقر؟ واش كتعرف باللي الاسلام جاب القوه وماشي بالعجز؟ اليوم غنصحوا واحد الفكره اللي غلطه ومسيطره على عقولنا. واش الرسول صلى الله عليه وسلم كان فعلا فقير ولا حنا اللي ما فهمناش معنى الزهد؟ اول حاجه نهضروا عليها هي الفرق بين الفقر والزهد. بزاف كيخلطوا بين الفقر والزهد. الشيخ ابن عثيمين كيوضح باللي الزهد ماشي هو ما يكونش عندك المال، ولكن هو ترك ما لا ينفع في الاخره. يعني يكون المال في يدك ولكن ماشي في قلبك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيجيو غنائم واموال ولكن كان كيقسمها كامله وما كيخلي لراسو والو. هذه قمه الغنى النفسي ماشي فقر مادي. ثانيا الاستعاذه من الفقر. الشيخ ابن باز كان كيذكرنا دائما بالدعاء اللي كان كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. الربط بين الكفر والفقر كيبين باللي الفقر حاجه خايبه كتهدد الانسان، فكيفاش غيكون الرسول صلى الله عليه وسلم كيشجعنا عليه؟ ثالثا الرسول صلى الله عليه وسلم التاجر والصحابه الاغنياء. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوه كان تاجر ناجح بشهاده الجميع، ومن بعد بزاف من الصحابه اللي بشرهم بالجنه كانوا مليارديرات بلغه العصر. عثمان بن عفان جهز جيش كامل من ماله الخاص، وعبد الرحمن بن عوف بدا من الصفر في المصنع ديال السوق وداروا ثروه خياليه. الاسلام بغاك تكون قوي ماديا باش تصدق وتخدم بلادك وتعيش بكرامه. الزهد هو انك تملك الدنيا وما تخليهاش تملكك، كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. خدم عقلك، خدم على راسك، وكون غني بقلبك وبجيبك باش تنفع الناس. وهذا الشيء هذا اللي كاين في هذا الفيديو. اللي عنده شي معلومات اضافيه ولا شي انتقاد ولا مرحبا يخلينا في كومنت.